افتح يا سمسم. هكلمك أول ما أطلع يا حبيبتي. أنت كنت بعمل حمام في الحمام بس، وأول ما أخرج أكلمك فيديو، ماشي؟ اخباركم ايه؟ اللي قدامكم دي اسراء رأفت، زوجة صلاح محسن لاعب النادي الاهلي. الزوجة دي عملت ايه؟ فتحت سناب ووجدت صلاح محسن جوزها بيخونها مع بنات كتير. خدت الاسكرينات والرسائل الصوتية وصور البنات ونزلتها، واللاعب اصبح حديث السوشيال ميديا. طبعا في كلام كتير بيتقال في الكومنتات زي اسطوري عليه وما كانش لازم تفضحيه وربنا بيسامح. اتمنى محدش ياخد موضوع صلاح محسن ترند والكل يزيط، خدوه عظة وحكمة، لأن كلنا فينا عيوب وغلطات كتير، بس ربنا من رحمته هو اللي سترنا، عشان مديك أكتر من مليون فرصة إنك ترجع. بس بيجي وقت وربنا بيقول لك خلاص، رصيدك من الستر خلص. الحوار بتاع صلاح محسن مش مضحك خالص، بلاش تكون سبب في فضيحة، خصوصا ان في صور البنات. ويا ريت النائب العام يمنع تداول الصور والمحادثات. وانت يا ست اسراء عرفت كده، اخلعيه وقدمي مستنداتك في المحكمة، لان اعتقد كده ممكن حد يرفع عليكي قضية. ولو كل واحد بص لنفسه هيلاقي ربنا سترها معاه من حاجات كتير. تحياتي ليك.